الملك فاروق والمصور الملكي رياض شحاتة. هنلاقيله مجموعة كبيرة جدا، وليه استوديو خاص بيه. في صور والتقطها شخصيا، وفي صور قام بطباعتها في الاستوديو أو المعمل الخاص بيه بختم الملكي بارز، لأنه هو كان مصور الملكي. الصورة دي للملك فاروق وهو على قمة الهرم، وكتب اسمه فوق قمة الهرم قبل سفره إلى البعثة التعليمية قبل وفاة الملك فؤاد. دي في القطار الملكي كده، وهو صغير بتاعي 19 سنين حاجة زي كده. دي الصورة التقطت لمجلة جيشنا. دي صورة الفرح بتاعة الملكة ناريمان، هو قام بتلوينها. ده كرسي العرش في البرلمان. دي صورة ليه وهو طفل صغير. دي برضه هو شاب. صورة قبل تلوينها. هنلاحظ إن التاج الملكي في كل الصور بارز. ممكن في بعض الصور ما نلاقيش رياض شحاتة تحت الاسم الحكومة الملكية المصرية. بس كل الصور التاج بارز فيها. فرح فريدة وفرح نريمان وصور الأميرة فوزية. آه، مجموعة كبيرة جدا. احنا جبنا المجموعة دي. لو حبيتوا أكمل لكم المجموعات اكتبوا لنا لو اكتفيتوا أو لو اكتفينا. أرجو إن المجموعة تكون نالت إعجابكم. كده خلص الكلام. سلام.